ده يوم في حياة وده فلوج يوم الحد 15. اول حاجه اخدت الفات بوم، وعايزه اقول لكم ان العرض بتاعه اللي هو علبتين تاخدوا عليهم سكر دايت هديه وكمان شحن فري لسه موجود. هتلاقوا اللينك في البايو او في اول كومنت. سلقت بيض، كنت فاكره ان انا هلحق افطر قبل ما انزل جميله الحضانه بس ما لحقتش. جهزتها بقى وجهزت لها حاجتها ونزلنا، وهنا كنت بوريكم الكروكس الجديد بتاعها. احنا عيله بتحب الكروكسات، عشان في حد قبل كده كتب لي ازاي بتوديها الحضانه بكروكس. الكروكس اسهل حاجه وعملي جدا. رحت كده مشوار في السريع وبعد كده بقى روحت وقلت هعمل فطار. انا كل ده اصلا كان الفات بوم محسسني بالشبع لدرجه ان انا بصوا اكلت قد ايه. اول حاجه عملت طعميه من اللي انا عاملاها وهنزل لكم طريقتها في الفيديو ده. كنتش حتى قادره اكل عيش، سلقت بيض كده وجبنه، وبصوا يعني هي دي بالظبط الكميه اللي انا اكلتها. اكلت بيضايه ونص طعميه بس. تعالوا بقى اوريكم طريقه الطعميه والفول عشان انتوا هتموتوني. اول حاجه بننقع الفول المدشوش والفول الصحيح عشان نعملهم. بصوا انا بنقع الفول بتاع الطعميه مثلا 6 ساعات، يعني 4 ساعات على حسب. والفول اللي هو العادي بنقعه اكتر. نغسل بقى الخضره كويس، ولما الفول يتنقع هنصفيه من الميه ونبتدي ان احنا نفرمه في اي حاجه تكون بتفرم حلو. فرموه كويس جدا. بعد كده احطوا بصلايه خضراء او ممكن كرات لو عندكم. انا كمان بحب احط فصين توم، وبحط خضره كزبره وشبت. بحط حرفيا ربع حزمه وربع حزمه. الخضره ما ينفعش تزيد في الطعميه لانها بتغمقها وبتخليها تتحرق في الزيت. هنحط كمان بق ميه كده لو مش بتلف معاكم كويس، ورشه كزبره ناشفه. في المرحله دي بقى لو حسيتها فاتحه بزياده بزود كمان كام عود خضره كده مش كتير عشان الموضوع ما يوسعش مني. الملح والبيكنج باودر بحطهم بعد ما اطلعها من الفريزر. المهم بقى يعني بحس ان الكبه مش بتفرمها بنسبه 100%، فبضطر ان انا اعيد عليها كده بالهاند بلندر. لو الخلاط بتاعكم حلو، احلى حاجه بتعملها بصراحه هي الخلاط. ببتدي بقى ان انا افرزها في اكياس كده، ان انا ببططها عشان لما اجي اطلعها تفك بسرعه. الفول بقى كان عدى على نقعه حوالي 12 ساعه تقريبا. ببتدي ان انا احطه في القدره. انا عندي قدره يعني ممكن تعملوه في الحله عادي. بحط عليه كبشه عدس اصفر كده وجزرايه مبشوره، دول اللي بيدوله طعم ولون حلوين قوي. كمان بجيب طماطمايه كده وبقطعها 4 وببتدي ان انا احطها. كمان لو عندكم فول مدشوش اللي هو بتاع الطعميه حطوا شويه، بيخلي الصوص بتاعه حلو قوي. بديله غلوه على النار حوالي نص ساعه كده، وبعد كده بحطه بقى على السخان بتاع الفول وبسيبه طول الليل، وبزود له ميه لما يحتاج. هتلاقوه بقى في الاخر استوى وقشر الطماطم ده داب وكل حاجه كده، يبقى هو خلاص تمام. لما يبرد بقى بحطه في اكياس وبشيله في الفريزر على حسب الاستخدام. ويلا بينا بقى نعمل ايس كوفي. واخيرا جبت مضرب نسكافيه عادل. اخيرا استنوا بس عليا هوريكم انا جايباه منين عشان جايبه معاه حاجات تحفه. ابتديت بقى ان انا اضرب النسكافيه مع السكر. انا مش بحب الفوم الكبير يعني قوي، فهي مش بحط ميه كتير، هم شويه صغيرين بس. وقعدت استمتع بالايس كوفي بتاعي. بعد كده اتفرجت شويه على المسلسل بتاعي، وبعد كده بقى قمت عشان اشوف الشقه. ابتديت ان انا اظبط كده الكنب واروق الدنيا واظبطها كده عشان تبقى حلوه وشكلها مريح. بعد كده طبعا كالعاده ناخد كده كنسه سريعه للشقه، وهنا تبقى الدنيا رايقه وزي الفل. انا كنت اصلا نازله فكان عندي وقت قبل ما انزل، قلت هعمل حليب مكثف محلى عشان كان نفسي فيه الصراحه. كوبايه سكر هنحطها في الكبه ونطحنها كويس قوي لحد